فيلم اكس لارج بالنسبه لي ممكن يتصنف جنب الكوميديا انه رعب وملاكمه، معرفش حاجتين غير بعض، بس ملاكمه بسبب الضربات اللي خدها البطل بتاعنا في وشه وفي قلبه وفي قلبنا احنا في المشاهد الاخيره. حالة لكن الفيلم بتاعنا نفسه اتعمل ازاي؟ يعني تعالى نبص على الفيلم من بعيد شويه كده، هتلاقي ان مجدي البطل بتاعنا مجرد شخص نفسه انه يتحب، نفسي هموت واتحب يا خالد. وكمان هو صديق كويس وجدع، ودينا هي البنت المحترمه اللي بتتعامل مع الناس بعفويه، وهي دي البنت اللي بيحبها. بقول لك ايه، لا 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 لا، احنا محتاجين نبعد شويه اكتر ونبص على الفيلم من بعيد. ليه ما نقولش ان مجدي ما هو الا مجرد لرمز المدمنين؟ لان هو مدمن للاكل، فممكن احنا نكون مدمنين على حاجه تانية غير الاكل. وتبص على الفيلم من المنظور ده، قد ايه في حاجات احنا مدمنين عليها مسببه لنا مشاكل. اصل الادمان يعني مش شرط تكون بتشم، يعني انت لو ادمنت لعبه سوبر ماريو هتاثر على حياتك. ونبص على شخصيه دينا بقى اللي هي دنيا سمير غانم، دي يا باشا عباره عن الشخص الذي يمثل الاستغلال في ابهى واشيك صور ليه. يعني انا بالنسبه لي دينا دي مع معاملتها مع عادل ما تفرقش كتير عن سمر من فيلم 500 Days of Summer. هي بتستغل عادل بطريقه مش طبيعيه، يعني بتروح مشاوير بتتصل بيه، الله طب ما تتصل باوبر، حتى كان ساعتهم سمعتهم حلوه، يعني كانش فيه لسه حوادث وجرايد، فهو معجب بيها وهي عارفه ده، وهي مش بتحبه ولا حتى معجبه بيه، وبتتعامل معاها الاساس ده وبتستغل. فخلينا اوضح لكم الجانب الاسود من الفيلم وليه الفيلم ده ممكن يخوف. ايه ده يا بنتي؟ انت تخنت قوي يا خساره، يا خساره، بقيت تخين، بقيت تخين. انا صاحبي، انا محمد عادل، والنهارده هنحلل فيلم اكس لارج وليه الفيلم ده ممكن يكون مرعب. عامه بعتذر ان الفيديو بتاع يوم الاحد اللي فات ما نزلش، وحشتوني والله، فعملت لكم فقره في اخر الفيديو اسمها معلومات للروشنه، بس ملهاش مكان في السكريبت مش عارف اقولها، فدي يعني ايه زي المعلومات الاسرائيليه كده. المهم خلينا في الفيلم بتاعنا. احنا كنا واقفين على ان دينا شخصيه مش كويسه، عشان نفهم هي ليه فعلا سيئه خلينا نعرف قصه الفيلم ونفتكرها سوا. قصه الفيلم متماسكه قوي. عندنا واحد كان بيحب بنت في المدرسه زمان، وكبروا طول الفتره دي ما كانوش بيشوفوا بعض، هو بقى تخين وهي في نظره بقت بنت جميله. والفيلم كمان عامل حاجه حلوه، بيفسر ليه مجدي ده بقى تخين وهو ما كانش تخين وهو صغير، لان امه وابوه ماتوا في حادثه، فراح بعدها عاش مع خاله ده اللي هو تخين اصلا، وهنتكلم عنه برضو ايه في فتره مخصوصه. والفيلم اول لما بيبدا بيجيب لنا مشكله البطل، ان البنات صحابه بيشوفوه اكنه زي اختهم بسبب تخنه. يضيعني ايه بس يا بنتي؟ انت انا اسفه، سوري، ما من كتر ما انت زي صاحبتي بقى. روح امان. ويوم ما صحباته قرروا يجيبوا له بنت ويقابلها وبتاع، البنت دي طلعت مجنونه، وكانهم يعني شايفينه ان هو مفيش حد هيقبل بيه غير بنت تكون مجنونه. والله حلو. طب ولو قلت لك اني عندي 4 حسنات في ظهري؟ هيبقوا 5 لو سبتني امشي. فدلوقتي مجدي بيعاني من السمنه اللي هو مختارها بمزاجه، لان هو بيحب الاكل فعلا، ولكن حبه للاكل فرض عليه انه يكون عايش في وحده. ولكن اول مره بيتكلم فيها عن دينا بيبقى اول مره بيتكلم بشغف. ده عيد ميلاد دينا دي الوحيده اللي حبتني. وهنا كانت اول نصيحه بتبدا من خاله، بيقول له انك لازم تخس عشان ما تقعش زيي. مش عايزك تغلط الغلطة اللي انا غلطتها. انت عارف ايه المشكلة؟ حلها قبل ما العمر ما يعدي بيك والدنيا تتسد في وشك. وخاله هنا يعتبر الشخص اللي ضايع حياته في الادمان. يعني دلوقتي لو رحت شفت فيديوهات لناس كانت مدمنه حاجه وبطلت، هتلاقيهم دايما بينصحوك، او حتى لو ناس مدمنين ومستمرين لحد دلوقتي دايما هينصحك يقول لك ابعد عن السكه دي. ولكن مجدي غرقان في فرط الادمان. اللي بيثبت كلامي ان ده ادمان ان هو لما يروح في الاخر اكنه راح حته زي مصحه، ولكن صاحبه هو اللي عاملها له، ده بيدل ان ده ادمان. بعدها مجدي بيقرر ان هو يروح يجيب الجوابات اللي كانت بتبعتها له زمان من فوق الدولاب. واول حاجه بتواجه العلاقه دي من قبل ما تبدا حتى هي السمنه، لان هو لما طلع فوق الدولاب كانش طايل، يعني ما كانش عارف يوصل. فانا قعدت اقول برضو طب بس دي كده بتحسها مش مشكله سمنه، يعني حتى لو هو رفيع او قصير فمش هيطول. فبعدها راح شريف عرفه خلاه يجيب كرسي، قلت ايه ده هيوقعه بقى وبتاع ونقعد نضحك وكده. لا، عملها حاجه حلوه عشان شريف عرفه فاهم يعني ايه يحافظ على المود بتاع الفيلم، مش هيجيب لك اي ضحك وخلاص، عشان يبين لك ان الموضوع عن السمنه ان هو تعب من
من كام نطه بس يا دوبك، وجاب الكرسي اللي هو احنا افتكرناه هيقف عليه، راح قاعد ريح بسبب انه النهج، قاعد ينهج. فده اللي بيبين اصلا خبرات المخرج، اللي هو ايه، مش هنعمل كوميديا لاجل الكوميديا. المهم بقى لما بيقرر يكلمها من على الفيسبوك بيحلم بكابوس مش طبيعي عن التخن. وعاجبني ان شريف عرفة عارف ان شخصيه مجدي دي بترسم وحياتها كلها كاريكاتيريه، مجلات اطفال، خلى الحلم نفسه يكون انيميشن. دي برضو اختيار حلو جدا، كان ممكن يبقى حلم بني ادمين وبتاع، ولكن ايه، هو ظابطها لان كمان دينا ما كانتش ظهرت، فهو محافظ برضو على فكره الترقب لدينا دي. وفي مشهد غريب بعدها بشويه لما كان بيكلمها في التليفون وعايزاه يوصف شكله، بتقول له جسمك عامل ازاي. بحس ان السؤال ده ما بيتسالش، ولكن حلاوه المخرج ان حاسسك ان ده عادي، خلى اصلا البطل ماشي عريان، فاللي هو بيكلمها وانت واخد فايبز اللي انت اصلا شايف جسمه، فتحس في السياق ده هي شايفاه ثقيله ولا ايه. والافيه جامد قوي وهي بتقول له متخيلاك احمد عز، راح قال لها احمد رزق. مشهد زي ده احمد حلمي بيقول ان هو راح قبلها بيوم علشان يقدر يبدا التصوير بتاع المشهد ده، المكياج خد يوم كامل. كنا في رمضان، انا رحت بعد السحور وصورنا تاني يوم على ما هم خلصوا. طيب عايزين نهدى شويه كده عشان نتكلم عن شخصيه خاله، بعدها نرجع زي ما كنا. خاله شخصيه مليانه تناقضات وحكم، معنى قال له ان اللي تحبك تحبك عشان شخصيتك وجوهرك. فمجدي في اللحظه دي بيفرح كده، بيساله كده اللي هو يعني في امل، يعني المرة دي في أمل ولا هيتنفض لي كده زي اللي قبلها؟ هتنفض لك برضه. شخصية خاله دي تعتبر أكتر شخصية حقيقية في الفيلم أصلا، لأن تعالى نتخيل خاله ده وهو صغير كده في نفس سن مجدي، أكيد كان بيسأل الناس إن هو يخس، وأكيد 100% الناس قالوا له إن أهم حاجة الجوهر، ولما كان بيجرب في الواقع كان بيتساب. فهو قال لمجدي الكلام اللي يشجعه عشان يبقى عنده ثقة، ولكن لما سأله عن النتيجة رد بصراحة وقال له لا مش هتوافق عليه عشان تخس. ده عشان مجدي ما يتجرحش قدام لما تسيبه، ومش عايزه يتجرح زي ما هو اتجرح زمان، فهو عايز يفيده من غلطته ويقول له خس عشان ما تتكررش معاك الحوار ده معاك. طبعا انا كل ده انا متخيله من شخصيه خاله بسبب الحاجات المواقف اللي احنا شفناها منه في الفيلم، واتوقع 100% ان الكلام ده حصل فعلا في الشخصيه دي وهي صغيره. ولكن نو ليه بقى مجدي دماغ. طيب دلوقتي دينا وصلت مصر ومجدي كدب عليها وقال لها ان اسمه عادل، بس خلينا في المشهد ده يبين شخصيه دينا شويه. لما كانت الست بتسالها على ابو نواف كلمت معاه بطريقه وحشه جدا. مش دي طيارة دبي؟ من فضلك من فضلك، أنا بجد مشكلتي أكبر بكتير من أبو جوز. إيه أبو إيه؟ واظن مشهد زي ده او لقطه زي دي مش معموله وخلاص، دي بيوصل بيها معنى المخرج ان الشخصيه اللي انت بتشوفها دي يعني ما اظنش ده انطباع اول جيد انك تشوفه. واللقطه دي بتوضح قد ايه دينا دي يعني ست يعني ربنا يسامحها يعني. لا وخلي بالك مش خاله بس اللي عنده تناقضات، لا دينا نفسها عندها تناقضات. لما في السينما قالت للراجل الراجل من غير كرش ما يسواش قرش، بعدها بشويه لما مجدي سالها والله حلوه الجمله دي وبتاع، قالت له خس يا معلم. ساعتها اصلا مجدي اتصدم برضه، فراح هو برضه مجدي مسكتش وراح علق على الحوار ده. الله، مع انك في السينما قلت ان الراجل اللي هو من غير كرش ما يسواش قرش، اشمعنى؟ ولما برضه خاله كان بيتناقض معاه بيقعد يقول له هو انت مش لسه قايل كده، فهو مجدي عنده تشتت من اراء الناس في حاجه زي كده، يحس ان هو لازم يخس، وفي اوقات لحظه الاكل او كده بيفتكر الكلام الحلو عن التخن. مش هسيبه لما يخس، مش هسيبه، دي انا يعني واضحه، يعني واضحه جدا. وخلي بالك الفيلم ده كله برضه يعتبر عن الاراده، والكلام ده اتقال على لسان دينا اللي هي هتبقى فيلن بعد شويه. هي فيلن بالنسبه للبطل بتاعنا، واكبر فيلن اكتر من دينا هو الحب للاكل، انه حبه للاكل مع شخصيته الطيبه دي شويه خليته يقع في حته ان هو يبقى زي اصحابها او صحباتها، يعني لاني ما بحبش الكلمه دي. ولذيذ وخدوم وجدع وحبوب كده. حبوب. سألها بعدها لو حد في وزن خالي كده اتقدم لك هتوافقي؟ قالت له مش هسيبه غير لما يخس. معنى الكلام ده ان هي موافقه على الشخصيه، بس يعني ناقصها انها تخليه شخص احسن كفيزيكال يعني او جسمانيا. وهي بعد كده لما جرحته كمان شويه، هل جرحته بمعنى اللي هو انا جرحتك عشان تعرف مصلحتك؟ استحاله عامه حد يتقبل ده، وهنتكلم عن المشهد ده باستفاضه اكبر قدام. مجدي بقى يا باشا بيسأل سؤال ايه هو الحب، وصحابه كلهم بيعملوا كومنت، وبنشوف فعلا اراء كويسه عن الحب من كل صحابه. وعلى فكره حته ان في علاقات كتير في الفيلم مقويه الفيلم شويه، في حته انك انت ما بتزهقش، وبيطلع من العلاقات دي كوميديا. فهو انت الجنرا بتاعتك اصلا كوميديا، فبتطلع الكوميديا من القصص دي ومطلع دراما حلوه. فبجد دي من اكتر الحاجات اصلا اللي مخليه الفيلم ده حلو وبحبه، اللي هو دايما وانت قاعد كده انت مش قادر تقوم بجد والله، تقعد تقول شويه كده هقوم شويه كده هقوم، هو شغال على التلفزيون يعني،
ولو مش مصدقني يا عم العيد جاي اهو، هتلاقيه بيتعرض كتير هتاخد بالك. المهم السؤال بتاع مجدي لما سأل ما هو الحب، كلهم جابوا اجابات مختلفه وحاجات حلوه. دينا قالت ايه يا معلم؟ دينا قالت ان الحب بالنسبه لها الاطمئنان، وان هي لما تحتاج الشخص يكون معاها ويبقى زي اخويا وابويا وامي واخواتي وقعدت تقول حاجات كتير كده. وبعدها قالت ايه؟ كلها حاجات متلخبطه من واحده متلخبطه. ركزوا مع شخصيه دينا بجد، شخصيه دينا هي شريره مش بمزاجها، بس هي متلخبطه. زي شفت فيلم ذا ورست بيرسون ان ذا وورلد، ده فيلم ترشيح ليكوا اهو، بس هي شخصيه متلخبطه حرفيا، هي وصفه نفسها في الفيلم، انا شخصيه متلخبطه. المهم اجابه مجدي كانت افضل اجابه، وقال ان احنا كلنا ممكن نختلف عن ايه هو الحب. ان احلى حاجه في الحب لما تحس انك بتتحب. يعني مجدي حس ان دينا بتحبه، ده كلام رسمي. هو بقى واضح ان هو خد نص الجمله بتاعت مش هسيبه غير لما يخس بيه، واعتبرها انها مش هسيبه. وهو اصلا من كتر ما شاف ان اللي حواليه كلهم متناقضين، قرر ان هو كمان ياخد اكبر قرار متناقض في الفيلم كله. انا بعمل كل حاجه في حياتي بصعوبه، بلبس البنطلون بصعوبه، بلبس التيشيرت بمعجزه، الجزمه على ما البسها يعني اذا شفتها اصلا بنهج، ولكن مع الاكل الدنيا بتبقى سهله. وشرح علاقه حبه مع الاكل بطريقه حلوه. انا علاقتي بالاكل زي علاقه اتنين صحاب، لا صحاب ايه، اتنين متجوزين وبيموتوا في بعض. وقرر انه مش هيخس. وفي تلك الظروف العصيبه قررت اني مش هخس. واللي بيبين مجدي طيب جدا وعايش في عالم تاني، ان هو راح بيكلم صاحبه وبيقول له ان دينا يا ابني قالت لي ما تخسش اصلا ومش عارف ايه، وهي بتحبني. هي قالت لك ما تخسش عشان خاطر ما تكسفكش، ده مش معناه انها بتحبك يا عبيط. فبنروح للمشهد المرعب والصادم المحزن جدا في فيلم اكس لارج، وهو المشهد لما راح يتقدم لها، وكان الصدمه الكبرى بتاعت الفيلم. مشهد اثر فيا من وانا طفل، ولحد دلوقتي لما بشوفه بتاثر بيه اكتر وبفهم اكتر قد ايه دي حاجه محرجه. فربنا يستر. تعالى بقى نحلل هذا المشهد. طيب بدايه المشهد المرعب ده ايه؟ بيوصل البيت عندهم وفي افيهات، في كوميديا لسه ايه محتفظه بيها، عمال يقول لها طيب قولي لها مجدي. مجدي طب خلاص قولي لها عادل، ولا اقول لك مجدي. ده بيبين قد ايه ان هو متلخبط برضه ومش عارف يبين لها ايه، يعني لحسن تعرف ان هو مجدي تزعل، مش عارف. كل ده بان عليه من التردد بتاعه، بس في الاخر قال لها ان هو عادل، وقرر ان هو يحتفظ بالشخصيه اللي هي اسمها عادل. دخل عندها وبتاع، وبيبدا بقى الطعن في القلب. يعني ده اكنه مشهد موت، مع ان مشهد الموت بيخلص بسهوله، اللي هو تك خلاص خلص. لا ده مشهد صعب جدا، لان هو لما دخل جوه ما قالهاش انا بحبك مثلا وبتقدم لك وكده، لا في مجهود وجايب شنطه، وهو اصلا تخين فبيتعب على ما بيجهز، ويقول لها غمضي عينك وطفي الانوار. ومشهد ايه ده؟ وقلبك بيرقص. لو قبلتي نتجوز. فجاه لما يقول لها نتجوز تقول له ما ينفعش. عادل انا عمري ما فكرت فيك بالشكل ده. ليه؟ مش فاهم. احنا بنخرج ونيجي مع بعض يظهر ان في سوء تفاهم. انا الماجستير بتاعي عن السمنه، وانت بالنسبه لي كنت حاله، وللاسف فشلت فيها. يعني كمان مش ضحكت عليه واستغلته في الماجستير بتاعها، دي كمان بتعايره اللي هو ريتني ما استغلتك انت يا اخي، ريتني كنت استغلت حد غيرك. لا بقى يا بنت انت مش سالكه بجنيه. لا 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 حاجه توجع القلب يا راجل. ما تقوليش بقى ان هي عملت ده كله عشان يخس ومش عارف ايه. انا عارف ان مشهد زي ده ممكن ياثر على حد انه يخس او يحسن من نفسه في اي حاجه مدمن عليها، بس بجد هي دينا دي بشعه. المشهد مش بيعذبنا او بيحزننا من الكلمه اللي هي قالتها بس، اللي انت مجرد حاله. لما بيقعد يلم الصور ويلم الحاجه كويس. هقفل الحاجه وامشي على طول. بياخد معاه الورد تاني، اصلا هو خارج حتى مش بيسيبه. قمة الإحراج وقمة الكسوف وقمة الحزن وهو بيلم الحاجات دي. يعني مشهد إنسانيا مؤلم، والمؤلم أكتر المشهد اللي كان في العزا بتاع خاله. انت عايزني اقول لك ايه؟ بحبك ويلا نتجوز واتفرج بقى على اولادي وهما بيتيتموا زي ما انا اتيتمت عشان امراض الدنيا اللي عند ابوهم بسبب وزني. هنا تحس شريف عرفة بيديك بوكس كده في مناخيرك يفوقك، اللي هو انت حسن من نفسك يلا، مش مراعي اي ذوقيات او اي حاجه. هي دي الدنيا ولازم تاخد الرساله كده بالعنف ده، مفيش اي تزويق للكلام اللي بتقوله دينا. روح يا مجدي روح، وابقى البس بقى هدومك بالعافيه، واصحى من صوت شخيرك وانت نايم، وانهج وانت بتلبس الشراب، وكل بسهوله.
كلام جارح جدا. معرفش شعور الناس اللي عندهم نفس المشكله بتاعت مجدي، اللي هم حبهم للاكل، مش بيتكلموا عن المرض او اي حاجه، بيحسوا باوفنس او حاجه معرفش. بس انا اصلا بتفرج وبحس ان الكلام ده بيتوجه لي، وبحس اللي هو ده انا محتاج بقى اشتغل على نفسي بقى في الحاجه اللي انا عارف انها دي هي اللي انا مدمنها، او اللي هي دي معطلاني مثلا. حرفيا شريف عرفة بيقول لك لو ما غيرتش من نفسك هتموت بادمانك ده لوحدك وحيد. حتى هو اصلا لما كان بيكرهها في مجدي في اول الفيلم كان بيقول لها ده مجدي ده بيشرب كوكايين وبتاع، فالكوكايين اصلا ما يفرقش اي حاجه عن الاكل اللي بياكله ده، لان السمنه كمان خسرته اشخاص بيحبوهم زي خاله. لما خاله اتصل بيه وهو رايح ماشي بسرعه جدا عمل حادثه بسبب السرعه، وقعدوا يجيبوا منشار عشان يطلعوه لان وزنه كبير مش عارفين يطلعوه من الشباك. ده خد وقت، وبعدها قعد يجري كتير جدا وده خد وقت، ولما وصل للعماره ما كانش فيه اسانسير وطلع السلم بسبب تخنه كان ياخد وقت. كل الحاجات دي حاططها المخرج والسيناريست ايمن بهجت قمر عشان يبين لك خلاص بقى قمه المشكله بتاعت السمنه، فهو خسر كل حاجه بسبب مرض السمنه. والفيلم ده تحس ان فيه الحاجات دي حقيقيه جدا، لان ايمن بهجت قمر الكاتب بتاع الفيلم بيقول ان هو مر بحاجات زي كده كتير، وهو كان شخص تخين وهو صغير وعيلته كلها ناس تخينه، وان شخصيه مجدي دي هي شخصيه واحد صاحبه واخد منها كتير جدا في الفيلم ده وحاططها في الشخصيه. واعتقد ان المشهد الحقيقي اللي واخده من صاحبه ده يكون هو المشهد بتاع خاله لما توفى، عشان كان طالع حقيقي جدا. نفسك حاضر يا حاج. لا يا خالد فهو خسر كل حاجه، وفي الاخر دينا ما اظنش يعني في وجهه نظر انها تستحق تكون معاه بعد ما يخس او حتى هو تخين. مع انك انت لما تفكر فيها برضو من وجهه نظر دينا هو كان بيكذب عليها وما قالهاش ان هو مجدي، بس تيجي كمان شويه تلاقيها ان هي كانت عارفه ان هو مجدي وما قالتلوش برضه. وخلي بالك هي حره انها ترتبط بالشخص اللي يتوافق مع مواصفاتها، بس هل من حقها تغير من مواصفات الشخص اللي بتحبه على مزاجها؟ يعني هو تخين طب انا عايزاك خاسس، يعني ده الشرط، او انت رفيع عايزاك بعضلات مثلا، هل ده من حقها؟ يعني يا ريت نتناقش في الموضوع ده في الكومنتات، يعني يا لهوي تبقى حاجه جامده جدا. خلي بالك دينا كانت هتبان انها شخصيه مش كويسه جامد جدا بقى واضحه لو كان حد تاني عملها غير دنيا سمير غانم بنسبه كبيره. دنيا سمير غانم دمها خفيف وعامله الدور حلو قوي، وعامله شخصيه فعلا تحسها رماديه، لا هي رخمه جدا ولا هي حلوه جدا، هي بنت عاديه. يعني الكتابه بتاعتها حلوه، انا بحاول الم الدنيا بس عشان حسيت ان انا تحملت عليها شويه مش عارف ليه. بس دي كانت افضل طريقه من شريف عرفة انه يخليك وانت بتتفرج تتاذي، تقول ايه ده انا اتاذيت من فيلم وانا بتفرج، بالك بقى لو الموقف ده حصل معايا في الحقيقه. فمن بعد المشاهده دي تحس انت عندك اراده بدافع الخوف اكتر كمان، اللي هو انا عايز احس بنفسي عشان محدش يأذيني بالدرجه دي، هو مش شرط بدافع الخوف طبعا يعني، بس حاسس ان هي ايه ضربه قلم بتفوق، فاهم؟ وناس كتير اعرفهم خسوا بسبب الفيلم ده، وناس على النت كتير جدا، وفي الكومنتس بتاعت فيلم اكس لارج هتلاقي ان في ناس كتير كاتبه انها خسوا. وعمرو شريف اليوتيوبر مشهور فود بلوجر خس بسبب فيلم اكس لارج، قال الكلام ده في حلقه دور 16 مع استاذ محمود. والفيلم ده من احد اسباب خلتني خسيت، وصلت ل 80 كيلو. ممكن حد يتضايق منه فعلا، وفي ممكن يلاقي حد يديله الموتيف ان هو طب انا ممكن اجرب، ممكن اعيش تجربه احسن. فهو في ناس كتير اتغيرت بسبب الفيلم ده، فممكن يكون الفيلم كان قاسي بس ما اظنش كان ينفع طريقه افضل من كده عشان نفوق كلنا بقى ونتحسن. محدش يجي يقول لك انت مجرد حاله، انا لو حد قال لي انت مجرد حاله دي خلاص بقى دي تروما. الفيلم ده المشهد ده اصلا بجد صعب جدا. وخلي بالك برغم كل ده الفيلم ده كوميدي، الفيلم ده فيه مشاهد كتير جدا بتضحك، ممكن يكون فيه تنمر شويه، بس مشهد اخر نداء لطياره الضحى ده بيموتني. ضحى وانا لو يعني هروح الضحى هكذب عليك ليه؟ ما انا هروح الضحى. المشهد بتاع البنت المجنونه اللي هو راح يعرفوه عليها دي، ده مشهد جامد جدا. الفيلم كله محافظ على الريتم او التيمبو بتاع احمد حلمي اللي هو الافيهات المرميه اللي ورا بعض جدا، والاخراج بتاع شريف عرفة، فالفيلم طلع مظبوط جدا. خليني دلوقتي اقول لك معلومات للروشنه كده ملهاش مكان في السكريبت. الفيلم ده كان فيه لقطات في المونتاج والترانزيشن بتاع غريب جدا، اللي هو تحس بقى ايه مستطيل بيفتح كده ومش عارف ايه وبتاع، فعمال اقول مش ده استسهال ودي ترانزيشنز بيزكس قوي، يعني هو ليه شريف عرفة عاملها دي؟ فبعد كده بتدرك ان الفيلم ده كله اصلا اكنك بتقرا من المجله، يعني بدايه الفيلم اصلا اكنك بتقرا كوميك بوك. الفيلم بيبدا كده. معلومه روشنه تاني، بيقول ان احمد حلمي ما خدش اجر اصلا في الفيلم ده خالص، وشارك في نسبه من الارباح، يعني اللي هو هياخد 10% من ارباح الفيلم بس ما تدينيش فلوس اجر. والكلام ده قاله الناقد طارق الشناوي، بس انا بصراحه ما اظنش، لان انا حاسه خد اجر صغير فعلا بجانب ان هو ياخد جزء من ارباح. واحمد حلمي بيعمل حاجه ان هو بيخلي سعره لو عالي مثلا 10 مليون بيقلل نسبه اجره شويه عشان يجيله عروض كتير من منتجين كتير، فما يضيعش فرص افلام ممكن تكون البادجت بتاعتها قليله بس هي افلام حلوه.
فدي بحسها حركه ذكيه برضو من احمد حلمي. وحاجه ثالثه بقى ان المكياج ده بيتعمل في اكتر من 4 ساعات. المكياج طبعا كان حلو، في مشاهد بتحسه حقيقي جدا وفي مشاهد ممكن تلاقيه مخيش شويه، بس انا بيك فان يعني. هو اصلا بيمثل من ورا حاجه صعبه زي كده، اللي هو ممكن تجيب له ضربه شمس اصلا من كتر ما العرق بيتحبس. وبس اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم قولوا لي في الكومنتس عشان حقيقي الحاجات دي بتفرق، واحنا لسه ايه في البدايه كده يعني. كل ما تشجعنا اكتر هتلاقي فيديوهات اكتر بقى، الله اعلم. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتبعت الفيديو ده لاصحابك. بس يا سيدي، سلام وطبعا.